الامور، لان كيف انتم عارفين ان بزاف ديال الشاحنات موقفين وماشي اي واحد كيقدر يدخلوا. ان شاء الله هم نعطيوهم مبلغ المال ويسكنوا في الهوتيل. المهم مئات الناس كنحاولوا خصوصا ديك القرى ان شاء الله نوصلوهم للناس بيدنا. ان شاء الله هم نعطيوهم مبلغ المال ويسكنوا في الهوتيل ونساعدوهم نخلصوا المئات هادو. دابا غير كنوريكم بشويش بشويش. اللي بغيت نقول لكم سبحان الله والله ما شاء الله، شوف شي ناس مئات من هادو ما عرفتش شنو كنسميو السليب باك اللي كينعسوا الناس في الشارع. المهم مئات الناس كنحاولوا خصوصا ديك القرى والقريات هادوك باش نوصلوا لهم، باش الناس اللي كينعسوا في الشارع ولا هذاك اللي ما عندهمش الديور ديالهم واللي ناعسين في البرد. وهذا هو الحاجه المؤلم والحاجه اللي كتحرق. والمفاجاه لان الحمد لله ان والله الحمد لله الاخوه بيناتنا حنايا بيناتنا سبحان الله جمعنا واحد المبلغ ديال المال، وحنا ان شاء الله نوصلوهم للناس بيدنا. ان شاء الله كل واحد نعطوا له نصيب من المال باش هاد الاشهر اللي ماجين باش نساعدوهم، حتى الناس اللي فقدوا الديور ديالهم واللي ما عندهمش الديور ديالهم نعطوهم مبلغ المال اذا كان على خاطرهم يشدوا الرحال ويمشوا للمدينه ولا المدينه اللي قريبه تما ويسكنوا في الهوتيل، ونساعدوهم نخلصوهم ويدوزوا على الاقل هما الوليدات ديالهم تما الوقت تيكتب الله ويحل الله عز وجل. وخصنا نديروا الفيديو ونشوفوا فين مشاو الفلوس وهذاك. لا الحمد لله علاش ما كناخذوش الفلوس من عند الناس باش ما يتشرط لي شي واحد ولا يبدا يحمق لي الراس، لان ما عرفوش ان الانسان اذا خرج شي صدقه من الجيب ديالو انها صافي كتبت عند الله عز وجل اجر واحد. الحمد لله الله هو اللي كيجازي وهو اللي كيخلص، ماشي انا خصني نشوف خصني نعرف. الله يا عباد الله قال لكم الله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. والله رئاء الناس هذا الآية خصو الإنسان يعرف أن هذا الشيء. والله أن خصو الإنسان يبتغي مرضات الله ويبتغي الجنة. وخصوصا نقول الناس والله ثم والله ثم والله إذا درتوا الإخلاص ودرتوا في سبيل الله كلمة قصيرة مكتوبة في سبيل الله تقدر تقربكم إلى الجنة أكثر من الواحد اللي كيصلي وكيعبد وكيصوم وكيقرأ القرآن وكيحفظ. يقربكم من الله إلى الجنة دغيا طلعوا ديك الدرجة دغيا، لأن الله أعطى لك الفرصة دير هذا الخير ويسرك على ذلك. على شيء دير الإخلاص في القلب باش الله يتقبل والله يرفعك درجات. والله فيري هذه الشانس باش الله يكفر علينا الذنوب ويزيدنا نور على نور ويزيدنا درجه. تبع هذاك اللي كيقول لي خصني نشوف وخصني الزواق وخصني عافاكم خليهم بعيد من هاد الناس. بزاف الناس والله لا حمقوا لي الراس، ولكن الله يعفو علينا وعليهم. على شيء نقولها لكم هاد الشلاف زاك ديال الناس هذوك، وفي شي ناس سبحان الله جابوا لنا الصابون جديد المئات هادو. دابا غير كنوريكم بشويش بشويش. الماكله ما نقدروش نصيفطوها لان الله يكثر خير المغرب الحمد لله عندنا الكثير، وهذا ما نقدروش نصيفطوها لان على الرموكه وعلى الاشاعر باش نقولوا للناس اللي جابوا هذه الماكله غنتصدقوا بهم هنا الفقراء والمساكين، ولكن باش نصيفطوهم من المغرب ما نقدروش حتى الطريقه الصحيه والقانونيه باش ما نخرقوش القانون، لان هذا الشيء كلشي خصنا نديكلاروه به ونكتبوه موثق ونرتبوا الامور. لان كيف انتم عارفين ان بزاف ديال الشاحنات موقفين وماشي اي واحد كيقدر يدخل ويصيفط الاشياء للمغرب. and especially also for people here in Belgium, Germany, on that don't trust everybody because not everyone can bring a truck to Morocco. So جزاكم الله خيرا, but we cannot send it to Morocco because this is the hygiene and we cannot put this in the truck, you know. أنا خايف من عند الله عز وجل لأن الأمانة ثقيلة وعظيمة عند الله. على شيء هذوك الناس نقول لكم سبحان الله many people who brought new stuff. جزاكم الله خيرا very happy. جابوا بزاف من هاد الكبابات جداد للأطفال والحوايج والتقاشرات بزاف، ولكن في شي ناس سبحان الله الله يعفو علينا وعليهم جابوا لنا الصبابط مقطعين وخنزين. والله انا كنحشم والبلاد ديالنا عزيزه مكرمه والمغربي عندنا فوق الراس، وحنا كنرفعوا الرايه المغرب عزا وافتخارا ومحبه لكم. ولكن باش يجي شي واحد يدير لي بديك الطريقه كوار وعطيه العوار ويجمع لي خويلي المري ديالو ويجيب لي الشكاره الزرقاء تزبل معمرها هكذا ويرميها لي هكذا زعما انا صافي جيت تصدقت وعير بغا يخوي المري ديالو. عافاكم الله عز وجل. الحمد لله الاسلام ديالنا عظيم، ان الانسان اذا دار النيه باش يتصدق وما دراش الله كيجازيه بديك النيه. عير بالنيه ديال فعل الله، هذا هو الكرم الله عز وجل. ولكن ما ديروش ديك الشيء. شوف المهم انا كنقولها للناس عافاكم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما قدرتيش الحمد لله دير نيه، ولكن
ديك الحوايج هذوك اللي نحشم انا نعطيهم لشي واحد قريب ولا عزيز اللي فقد دارو، فقد اهله، فقد امه، اقعدوا نعطي له الصباط مقطع وفيه الريحه، حاشا لله. راه حنا كلشي مغاربه وكلشي مسلمين، مي كنتقام الصلاه كنصليو كلشي واحد الصف، كلشي سواسيه. ماشي يقول لي شي واحد لا ولكن زعما هو زعما انت احسن منه، زعما هو عايش في الجبل يعني هو اقل منك ولا هذا. من حاشا لله، ان الله لا ينظر الى اشكالكم ولكن ان الله ينظر الى قلوبكم، لعله هو يكون احسن مني ومنك على شيء. الله عز وجل كيجازي وكيخلص على قد اللي كتعطي انت لديك الناس. كيف ما عطيتي الله كيجازيك، ماشي دير لي ديك الطريقه. لا والله في بزاف الناس والله تحرجت على شيء. وي ستوبت اوريدي كولكتينغ كلودينغ. وقفنا دابا ان شاء الله، حنا عمرنا الديبوات ديالنا وعمرنا كاميونات بالاشياء اللي شراهم. اهم حاجه هما الخيام والسولار ومولد الطاقه ديال الضوء اللي انا نجيبوهم للناس اللي تما، لان انا صفه الناس ديالنا اليوم الجبال. والله لا ديك الشيء محزن ومؤلم وكيقطع القلب ان القرى باقي محطمين ومحدمين والريحه ديال الموتى. لا اله الا الله، اللهم ادخلهم الجنه. والله كيقولوا لي الريحه ديال المدينه القريه كامله الجثث. لا اله الا الله، لان باقي صعيب الانسان يوصل لهم. من قبل الزلزال والانسان كان صعيب يوصل لهم، مع السام الان سبحان الله. وعلى شيء كنحاولوا دابا نشوفوا الطريقه هذيك. ودابا كاينين كيف انتم كتشوفوا في التواصل الاجتماعي، كل واحد دابا هذيك الطرق عامرين والمدن والسلطات شادين، لان ديك الفوضى وديك الطرق وكل شيء كيبغي يشارك. الحمد لله الله يكثر. ولكن انا كنقول لكم ارى هذه الحاجه هتطول، لان هذه المصيبه اللي اصابنا الله عز وجل بها عظيمه، ماشي شي حاجه سهله. راه جات الايه اذا زلزلت الارض زلزالها. راه الناس سبحان الله اخرجوا من ديارهم واكثر من 300 الف واحد وثيقوا فيا. راه في شي دوارات ما وصل لهم شي واحد، والدوار كامل محطم ما فيه والو. اذا تقطع بكم الضوء في المدن ما عرفت شنو حصل لهم هما. ما عندهم كيفاش يطيبوا، ما عندهم كيفاش يغسلوا، ما عندهمش كيفاش ينعسوا، وما عندهم. غير انت شوف دابا في الحاله ديالك اليوميه، اذا قطعت عليك غير الضوء دابا وما بقيتيش كتفرج غير نتفليكس ولا ما عندكش الانترنت تتسطى. مع داك السيد انقطع به السبل، ما عندوش كيفاش يطلع وعايش في الخلا وفي الدوار، ما عندوش كيفاش يغطي وفيه البرد. على شيء عافاكم بالله عليكم ما ديروا شي حاجه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم الا ان سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الله ما قالش السلعة ديالو رخيصة. الجنة خصك تكافح وتجري وتشقى، ماشي ديك دير لي اعطي وصافي ودير صافي انا درت. لا تعجب بفعل الخير اللي درته، لعل انت في عينك ديرها عظيمة الله كيديرها صغيرة عنده. والله نقول لكم لأنه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. خصك تخرج الصدقة اللي كتبغيها. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. تأثر على نفسك وتحب الخوك اللي كتحبوا ليك، ماشي تجيب الأشياء هذيك. الحمد لله حنا فتحنا المجال وشفنا هذا الشيء. ولكن نقول لكم صراحة سيدي ربي أنا شفت العجب والعجب. ودابا بزاف الناس كيجيو من القنت، كل واحد كيبغي دابا يدير متطوع، يبغى يدير الخير. والله ما كيفهمش في هذا الشيء. في شي ناس سبحان الله كنعرفهم كيديروا هذا الشيء سنين، والله ما كيبانوا ما كيهضروش وكيديروا في الخفاء. وكيجي شي واحد كيضرب هذا على هذا، صيفط لي الفلوس، صيفط لي الجمعيه. انا نقول للناس ما تصيفطوش للناس الفلوس ولا شي حاجه. راه اذا كتعرفوا شي واحد تما من عندكم من القريه ولا شي واحد قريب كتثقوا فيه من العائله، خرجوا المال صيفطوا لعنده، قول له اخاي مشي شوف بعينك وشري للناس ولا عطي ديك المساكين بيدك وانت قدم داك الشيء يدك باش تتاكد. هذوك الناس اللي كيديروا ديك الطريقه الله اعلم، ما كنعرفوهمش وما كنعرفوش شنو في النيه ديالهم، لان الله اصطفى علم الغيب واصطفى علم النيه الله. وانا كنخاف الله لا اله الا الله. راه امبارح ما كانش كيخاف الله، واليوم سبحان الله ميجاو له الفلوس كيقول لك كنخاف الله. عباد الله ادم عليه الصلاه والسلام كان كيخاف من الله، هو نبي الله كان كيخاف من الله. اما مجالو الشيطان وغروا باش ياكل من الشجره وهبطوا من الجنه
تا هو كان كيخاف الله ادم عليه، ولكن الشيطان وسوس له راه كاملين بينا النفس ديالنا كتقدر تقلب. تا واحد ما عنده الضمان الا الضمان هو الله عز وجل، تا واحد ما عنده الا المعصوم هو محمد صلى الله عليه وسلم. هو مشى عند الله عز وجل. يعني نقول لكم حذاري ديروا هذا الشيء باليقين، وتفقدوا وتعرفوا كيفاش ديروا وكيفاش توصلوا ديك الامور، وصبروا ما تسرعوش. هذا الشيء عنده الوقت وخصو بالتدريج. خباع رتب شوف راجع صفات بلاتي، راه ما دابا ما كينفعش العشوائيه ولا صفات هذاك. والناس اللي عندهم الخيام وهذاك هما هذوك اهم حاجه فين يقدروا يساعدوا بها الناس، لان والله الناس وصلت لهم، عندهم في شي ناس الماكله وفي شي ناس ما وصل لهمش، ولكن اهم حاجه هما الخيام باش نكسيو العورات للناس ونستروا العورات الاخوات والبنات والنساء والعجوزات. هما احنا رجال على الاقل شويش قويين الحمد لله، الله يثبتنا ولكن النساء هما الحرمه ديالنا، هما العوره ديالنا، وهما خصنا نستروهم ونعفيوهم ونغطيوهم، هما اهم حاجه. وهذه هي النصيحه ديالي، كل واحد اللي كيغير على اخته وعلى امه يدير هذا الشيء ويسارع في هذا الشيء، وهذا هو اهم.